الجثه مربوطه ومقتوله ومحروقه. لا اله الا الله محمد رسول الله. هاد الشاب اللي كتشوفوا معايا في الصورة سميتو الغفيري مولاي الحسن، لقاوه مربوط ومحروق في إسبانيا، والقصة غريبة. تخيل معايا 24 عام ديال الغربة، آلاف الكيلومترات بعيد على الدار، والخدمة ديالو ميكانيكي في واحد لا ميزون ديال السيارات في وسط ميلانو، بدارو بطوموبيلتو. كان عايش حياة مستقرة. هادشي اللي كان عايشو حسن قبل ما يدير الرحلة ديالو لإسبانيا اللي كانت نهايته فيها. نهار الجمعة 13 فبراير اتصل بخوه وطمنوا عليه وهضر مع الأم ديالو وقال لهم بلي هو في إسبانيا وبالضبط في سان سيباستيان وكيوجد راسو باش يرجع لميلانو لخدمته. في هذه المكالمة سول خوه واش لاباس عليكم كي دايره الوالدة. جاوبو خوه يوسف كل شي بخير ما خصنا والو. يوسف بدورو سولو قال ليه بخير. هذه المكالمة كانت من الهاتف ديال الصديق ديالو، كانوا جالسين في واحد القهوة وكان شي ماتش لعبة فيه إسبانيا وشي فرقة أخرى، وكان التليفون ديالو كيتشارجا، لهذا خدا التليفون ديال صاحبو وعيط ليهم. قال لهم بلي غيمشي لفرنسا ومنها غادي يرجع لميلانو. كانت هضرة ديال واحد غادي لحياته، واحد كيرسم مستقبله، ومن بعد تقطع الخط. عاودوا اتصلوا به مرارا وتكرارا ولكن حتى شي حد ما كيجاوبهم. حاولوا يتصلوا مرة جوج ثلاثة، التليفون ديالو مطفي. دازت الأيام والأسابيع والعائلة كتسنى شي خبر على ولدها، ولكن الخبر اللي جا كان بحال الصاعقة. أخبار متضاربة وغموض كبير، والحقيقة اللي كانت أبشع مما يمكن يتخيلوا العقل. الجثة ديال حسن لقاوها مربوطة محروسة سان سيباستيان، وماشي موتة طبيعية، يعني باينة. هذه جريمة بشعة بكل المقاييس. الأخ كيتسائل كيفاش خوه وقع ليه هكا، علاش تقتل، وشكون اللي قدر يدير هاد الفعلة الشنيعة بواحد كان عايش بكرامته بخدمته وبوراقه. ومن نهار يوسف عرف بهاد المصيبة وهو عايش في دوامة 7 شهور د العذاب، وهو كيدق بيبان السفارات والجمعيات، والنتيجة والو. حتى وثيقة وحدة كتثبت الوفاة ولا كتعطي تفاصيل محصل عليها. كيقول الأخ كنمشي للقنصلية طالع هابط بحال ميزان الحرارة، والجواب اللي كنلقى هو الصمت. كيحس براسو بوحدو كيواجه مأساة بلا مساعدة وبلا معلومات رسمية. والوجع الكبير في هذا الشيء هو وجع الأم اللي في عمرها 90 عام. كيقول يوسف أن الأم ديالهم غير جاها الخبر وهي طيح، ومن تما وهي طايحة، رغم أنها ما عمرها كانت مريضة، رغم الكبر السن ديالها، واليوم هي طريحة الفراش بسبب هذا الفراق. كتسولو كل نهار، كتسنى شي خبر، وصحتها كتدهور يوم بعد يوم، وعلى لسانها كتردد غنموت وما غاديش نشوف ولدي. تخيل اخ كيحاول يدفن خوه حدا ميمتو باش تبرد النار ديالها، ولكن حتى هاد الحق البسيط ما لقاش اللي يعاونو فيه. 7 شهور ديال الانتظار والملف باقي مركون في رف من الرفوف ديال شي محكمة ولا في شي بيرو في اسبانيا، والعائله كتموت بالبطيء في المغرب. هذا الفيديو اللي دار خوه واللي غادي نخلي لكم في الاخير هو صرخه، هو استغاثه. الاخ كيطلب من السلطات المغربيه تدخل، يطالب بفتح تحقيق جدي، ويطالب بتسهيل ترحيل جثمان اخوه باش يتدفن في بلاده وحده مهمته. القضيه ماشي قضية موت، القضية قضية كرامة مواطن مغربي مات في ظروف غامضة وخاص الحقيقة تبان. الله يرحم حسن ويصبر ميمته ويفتح بيبان الخير لهذا الأخ اللي كيحاول وكيجاهد باش خوه يتدفن بكرامة ويتلقى الحق ديالو. الغفيري مولاي يوسف، الاخ ديال المتوفي اللي مات ليا في سان سيباستيان بديار اسبانيا. لليوم هذا حنا تنتسناو بالاخبار ديال الوفاه ولا حدث ولا وثيقه ولا اي شهاده اللي غتساعدنا بالله راه باش غادي نمشيو نتوصلوا للمرحوم، نتوصلوا به يجي الارض الوطني تدفن فيها، حيت بالوثائق ديالو بكات سيجور ديالو بالاقامه هو مقيم في ميلانو، مات ليا في سان سيباستيان شمال اسبانيا، اللي هو كان توجه لميلانو باقي ما وصلش للديار الايطاليه، تكريسه ليا وتقتل. باقي لحد الساعه الخبر ديال الوفاه كيفاش ما عرفتش، يعني الجثه ماشي غير عاديه، موت غامضه ومربوطه محروقه مقتوله بزاف مجهوله. توصلت بواحد الصديق ديالو كان تقهوى معاه بشي قهوه، وقيله تفرجوا بشي ماتش ديال اسبانيا، وقيله لعبه مع شي فرقه، بقى التليفون ديالو وقيله تيتشارجا ما هزوش معاه.
تفكر الوالده، قال لي الصديق ديالو قال لي لا كان ممكن تعطيني التليفون تواصل مع الوالده للمغرب غير واحد ربع ساعه. قال لي خذ مرحبا بك انت صديقي، خذ التليفون ديالي خذ هضر مع الوالده ولا مع الاخ ديالك اللي هو انا، تواصل معنا عادي مع ديك الظهر، صلاه الظهر بالجمعه نهار 13 في شهر جوج. هاني الوالده لاباس؟ قلت لي كلشي بخير الحمد لله. قال لي انا راه ما بقى لي والو، ندخل ان شاء الله لفرنسا، ومن فرنسا غادي نمشي لايطاليا اللي هو ميلانو، فين تيتواجد هو والسكن ديالو. العمل ديالو تيدير الميكانيسيان في واحد لا ميزو ديال الحديد تما في قلب ميلانو، تيسكن في قلب ميلانو 24 عام هو في ميلانو، ما عمرو بدل شي مدينه بعد ميلانو. المهم الاجل ديالو جا على ديار اسبانيا في سان سيباستيان بيلباو اللي هو تجلس فيها، وما خليت حتى وزاره الخارجيه ولا السفاره ولا القنصليه في الدار البيضاء ولا ما خليت حتى شي جمعيه ولا مكاتب اللي تابعين القضيه ديال هاد الهجره الجنائيه. مثلا بغيت غير شي اخ ولا شي جمعيه اللي توصل معايا لهاد النقطه اللي انا فيها الحال دابا، يا مده 6 شهور وانا تنتسنى ولا غير 7 شهور وانا تنتسنى الاخ ديالي باش ندفن واحد مهمته هنايا. علاش؟ حيت بوريقاته ماشي مشرد بلا وريقات بلا والو، عنده وريقاته، عنده كاتيجور ديالو، مقيم في ميلانو، مات في سان سيباستيان اللي هو دابا بغيت انا شي جمعيه ولا شي اخ اللي غيوقف معايا في هذه الوفاه ديال خويا، نحاولوا الارض الوطني تدفن حدا مهمته. مهمته راه بسببه هو شدت الفراش اللي هي السن ديالها 90 سنه، وشدت الفراش ما عمرها كان عندها القلب ولا الروماتيز اللي وصلت لهاد الدرجه تقول لي انا ولدي غنموت وما غنشوفش ولدي. بحال هكا 90 سنه يوميا تتسولني على الجديد، تتسولني على الاخبار، ما كاين باش نواجهها. تنقول لها راه تنمشي للسفاره، تنمشي للقنصليه ل 6 شهور وانا تنطلع ولا هبط بحال ميزان الحراره. ما كاينش شي اخ ولا شي محسن ولا شي قنصليه اللي تواصلت معايا، كلشي صيفط لهم الايميل ديالهم، في الايميل ديالهم تنتواصل مع القنصليه، مع السفاره، مع القنصليه اللي هي ديال اسبانيا، مع المحكمه، مع البوليس. ما كاينش اللي يعطيني شي خبر ولا شي حاجه اللي غنتوصل بها شي شهاده او اثبات الحدث او دعوه من شخص يكون محامي اللي غيساعدني مثلا باش نتابع الملف ديال خويا، حيت ماشي وفاه عاديه هذه. خصني نتبع الحدث ديال خويا كيفاش مات وفين مات وعلاش مات، حيت هو ماشي مشرد بوريقاته وعايش في طاليان، خدام في لاميزو ديال الحديد زوينه. تنطلبوا من السلطات المغربيه تدخل في هذا الموضوع ديال الاخ ديالي اللي هو ما لقاش اللي يوقف معاه، ما لقاش اللي يجيبوا لينا بمثال. ديروا معنا شي حال، الله يجازيكم بخير المحسنين والاخوان ديالنا، الله يكبر بكم الدنيا واخره، الله يرحمه ويحسوها بمهمته اللي هي السن ديالها 90 سنه ما بقاش عندها بين تزيد ولا تبغى تشوف هي وليدها وتموت. شدت لي الفراش بسبب هذه الوفاه ديال خويا اللي هي غاديه ب7 شهور. والطالب اللي تنطلبوا بينا نحولوه من اسبانيا للمغربي تدفن حدا مهمته. ما بغينا والو من الدنيا كامله، اللي عندنا هو هذا الاخ ديالنا تكرمنا فيه، باقي لحد الساعه ما عرفناش كيفاش الموت ديالو وكيفاش توفى، حيت ماشي موت عاديه، هذه موت مجهوله.